كلنا بنتعامل مع ناس كتير كل يوم، في الشغل، في البيت، في الشارع، على السوشيال ميديا. بس السؤال الحقيقي هنا، هل بنعرف نتعامل مع الناس دي صح؟ النهاردة هقولك على 10 مفاتيح لو عرفتهم هتعرف تكسب قلوب الناس وهتحافظ على احترامك في نفس الوقت. خليك معانا لآخر الفيديو علشان تعرف ازاي تغير طريقتك مع الناس. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معاكم باسم، وقبل ما نبدأ الفيديو عايز أعرفكم إن هدف قناتنا هو إن إحنا نساعد بعض، نتعلم من بعض، ونغير أسلوب حياتنا، نطور في شخصيتنا. يعني هدفنا إن حياتنا تكون أحسن وأسهل. فما تترددش إن أنت تشاركنا في التعليقات وتقول لنا رأيك علشان نتعلم من بعض. ومش كل مرة هقولك اعمل لايك وشير الفيديو، مفروض نكون حفظناها. هتعمل من نفسك اللايك وهتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الفيديو. هنتكلم النهاردة عن 10 مفاتيح هتخليك تعرف تكسب قلوب الناس بجد. هتخلي الناس تحبك، تتعلق بيك، تشوفك حد كبير جدا في عينيهم. أول مفتاح معانا هو الاحترام. احترامك للي قدامك حتى لو مختلف معاك هو أول خطوة هتاخدها. احترم وقت الناس، احترم مشاعرهم، احترم خصوصيتهم. القاعدة بسيطة جدا، احترم الناس تحترمك. تاني مفتاح معانا هو الاستماع الجيد. اسمع بتركيز من غير ما تقطع اللي بيتكلم. اظهر اهتمامك فعلا بكلامه. الناس بتحب اللي بيسمعهم. افهم الأول وبعدين رد، الرد مش هيطير. تالت مفتاح معانا هو اختيار الكلمات والأسلوب. كلمة واحدة ممكن تعمق العلاقة، وكلمة واحدة ممكن تبوظها. خلي بالك، لازم تبقى لبق في كلامك وتخاف من الكلام جدا. الكلام عامل زي طلقة الرصاص، لو طلعت من السلاح مش هترجع تاني، والكلمة اللي مش بتقتل بتجرح. خليك لبق في كلامك، نبرة صوتك هادية، وابعد عن التريقة والسخرية. الكلام اللطيف مفتاح لكل قلب. رابع مفتاح معانا هو فهم الشخصيات المختلفة. في مشكلة بتواجهنا واحنا بنتعامل مع الناس، هو ان احنا فاكرين كل الناس زينا. لازم تعرف ان مش كل الناس بتفكر زيك. انت ليك قناعات شخصية، نشأت بطريقة مختلفة في بيئة مختلفة، وتربيتك كانت غير الناس. فلازم تعرف ان قناعاتك اللي عندك غير باقي الناس. كل واحد في دماغه افكار وقناعات شخصية. دي قاعدة لازم تفهمها وتؤمن بيها. اللي انت شايفه صح ممكن يكون عند غيرك غلط. وطبعا احنا هنا بنتكلم عن اختلاف الآراء مش عن الثوابت. كمان لازم تفهم اللي قدامك من كلامه، من تصرفاته، وقتها تعرف توصل لعقله وأفكاره. خامس مفتاح في موضوعنا هو الذكاء العاطفي. لازم تحس باللي قدامك، وكمان لازم تفهم هو حاسس بإيه. اتعامل معاه بحكمة، ما تتسرعش في النقد ولا تتسرع في الدفاع عن نفسك. انت مش داخل معركة. قبل ما تحكم وتقول كلمتك شوف الصورة كاملة. افهم الموقف بقلبك مش عقلك بس. سادس مفتاح هو المرونة والتسامح. اختلاف الرأي مش بيفسد للود قضية. خليك مرن، ما تاخدش كل حاجة على صدرك. لو اللي قدامك مقتنع برأيه ماشي، مش لازم كلنا نتفق. خليك على رأيك وهو على رأيه. المهم نحافظ على الود اللي بينا، نختلف بس باحترام. ما تخسرش اللي قدامك لمجرد نقاش واختلاف في موضوع واحد. سابع مفتاح معانا هو الثقة بالنفس بس بدون غرور. خليك واثق في نفسك بس ما تتكبرش. الناس هتشوفك بنفس العين اللي انت بتشوف نفسك بيها. لو شايف نفسك ضعيف هيتعاملوا معاك كده. بس خليك متواضع لأن الناس بتحترم اللي واثق في نفسه من غير ما يتعالى عليهم. تامن مفتاح معانا هو تقديم الدعم والتقدير، ودي حاجة مهمة جدا جدا. الكلمة الطيبة بتفرق مع الناس. التشجيع البسيط ممكن يغير يوم كامل لأي حد. وزي ما بيقول الحكيم، الغم في القلب يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه. خليك مصدر طاقة إيجابية وسط الناس. خلي اللي مكتئب يدور عليك انت بالذات علشان يروح لك ويكلمك. تاسع مفتاح معانا هو الحفاظ على الحدود، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. خليك ودود بس حافظ على حدودك مع الناس. ما ينفعش تتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة. في فرق بين القرايب أفراد الأسرة وبين الأصحاب والزملاء. كل علاقة وليها إطار وليها حدود وليها معاملة خاصة. واللي بيحافظ على حدوده مع الناس تحترمه أكتر. كمان خلي بالك، الحدود بتدي هيبة، وده حاجة مطلوبة في تعاملك مع الناس.
آخر مفتاح معانا هو فن الإقناع والتأثير. لو عندك وجهة نظر اعرضها بهدوء بالمنطق، ما تتعصبش ولا تتعالى. افهم فكرتك الأول، اتكلم عنها بثقة، ولو اللي قدامك مقتنعش عادي، مش لازم تكسب كل نقاش، المهم تكسب احترام اللي قدامك. تمام، أنا محترم رأيك ومفيش مشكلة. وفي النهاية أحب أقولك إن فن التعامل مع الناس مش حاجة بنتولد بيها، دي مهارة بنكتسبها، بنتمرن عليها كل يوم، بنطورها مع الوقت. ولو حبيت تتغير هتتغير. ابدأ بخطوة بسيطة، خد نقطة أو اتنين من ال10 نقط اللي احنا قلناها وهتفرق معاك جدا. واحدة واحدة هتتعلم، مفيش حد بيتعلم حاجة في يوم وليلة. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وتشير الفيديو لغيرك علشان يستفيدوا زيك، واكتب لي في التعليق ايه أكتر موقف علمك ازاي تتعامل مع الناس. ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة. وكل اللي وصل لهنا أحب أقولك أنت صديق القناة، اثبت وجودك في تعليق. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.